والله اذا تروحوا معي على تحرير حمص قسما بالله لا ازعل. اجرنا حقك باذن الله. اجرنا حقك. اذا بتموتوا بزعل والله بزعل. سامحنا بس سامحنا. مبروك لكل اهلي واخواني. مثل ما كنا سوا بالتحرير، تحرير مدينة كفرنبل. شو بدي احكي عن كفرنبل لاحكي؟ كنا دايما سوا انا واصدقائي واخواني ابناء مدينة كفرنبل، موجودين في المخيمات، في المشافي، في المعارك، موجودين بكل مكان بيتطلب نكون موجودين فيه. ومثل ما كنا سوا بتحرير هذه المدينة، بإذن الله رح نكون سوا إن شاء الله بإعادة إعمار هذه المدينة. طبعا قريبا جدا رح يكون في حملة الوفاء لمدينة كفرنبل في 31/10/2025. أهالي مدينة كفرنبل حبوا يعملوا حملة لهذه المدينة ليعيدوا تشغيل المساجد والمدارس والبنى التحتية وآبار المياه وكل ما يتعلق بخدمات هذه المدينة. نداء من هون، من هذا المكان اللي راح تقام فيه حملة الوفاء لمدينة كفرنبل، لكل أهالي سوريا، كونوا موجودين ب 31/10 بهذا المكان لنوقف سند وعون لأهلنا في كفرنبل مثل ما وقفوا وكانوا خاصرة الثورة على مدار سنوات طويلة. اللوحات اللي كنا نشوفها بكفرنبل والجمالية والبذل اللي كانوا يقدموها لكفرنبل لازم نرد لهم إياه إن شاء الله ب 31/10 في كفرنبل. كونوا حاضرين وكونوا موجودين.